ونفتتح حفلنا هذا بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ عزيز عطية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. النشيد الوطني. الصور التي توثق محطات يلي بيبني الإنسان بكتب وحروفه ألوان بضبط. يلي بيبني الإنسان بكتب يرسم مستقبل أوطان. بيعمر بحجار الحب حد يخلق فينا. والدفاع عن أسرة التعليم. وإن أقل التفاتة في شكر تقدم لكم هي الاحتفال بكم وتكريمكم في حفل يحضره أخواتكم وإخوانكم الذين لا يزالون في الخدمة. وأملنا كبير بأن تتقبلوا منا هذا الحفل التكريمي البسيط في ظاهره غني في رمزيته ودلالاته، وهو عرض محبة ووفاء وإخلاص. فلكم منا خالص الدعوات، وأن يبارك لكم فيما تستقبلون من أيام عمركم، وأن يجعل حياتكم سعادة ورزقكم زيادة وخاتمتكم شهادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي مصطفى كما ألقبه بعزل العلوى، واحد الشخصية اللي عندها كاريزما خاصة، لا يقبل إلا أن يكون بكاريزما القائد. إذا كان عنده الصبر أنه خذ القيادة في الجماعة الترابية ثم القيادة في المؤسسة، أعتبره القلب الكبير لإنسان محنين المعطاء، سيد لوطني حتى النخاع. السي مصطفى من الناس اللي كتقضى على أيديهم حوائج الناس، ملي كيقضي الحاجة ديال شي واحد كتلقاه حار. الصبر الرحيم يحبه الجميع، ومن أحبه الناس أحبه الله تعالى. عرف السي مصطفى منذ أكثر من 20 سنة حدث طبيبا مخضرا سياسي وابن سياسي، رمز من رموز الطلعة الصاملة الذين لم يغرهم المال ولا غيره لتحكيم مصلحة الله. أتمنى أن يجعل الله تعالى عمله في ميزان حسناته، وأن يرزقه وأهله وذريته الصحة. تقدير واحترام للأخ مصطفى مزيان بمناسبة هذا الحفل البهيج المقام على هامش اتحاد الأخ والصديق مصطفى مزيان يتقدم، كان من النوافذ الأولى أن أشارك هذه الشهادة في حق هرم من أهرامات التربية والتدريب. أن حضوره المتميز كإطار تربوي، كذلك حضوره اللامس كإطار إداري بمواقفه وآرائه السليمة خدمة للإدارة التربوية، حاضرا على الساحة النضالية بمختلف محطاتها ومجالها، وكان من بينة الكبار. أما على المستوى الشخصي
فهو صادق مع نفسه ومع غيره. تحياتي لهذا الرجل الوطني الشريف، وأتمنى لك تقاؤدا مريحا بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. يسعني إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جنازكم وسعيكم مشكور بذنب المغفور، وأن يبارك لكم في زوجتكم وأولادكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشخص المتسامح، الإنسان الخلوق والإخلاص والتفاني والأخلاق الطيبة بطبيعة الحال. مهما قلنا فلن نوفي هذا الشخص حقه، فالكل بمدينة محمد وبمنطقة الشاوية يعرف هذا الرجل. نتمنى له حياة طيبة والعافية والصحة والمزيد من العمر، ونقول له أنت دائما في القلب. ونشكره جزيل الشكر على ما قدمه من مجهودات جبارة للجسم التعليمي بإقليم سباس، وخصوصا لمؤسسة مجموعة مدارس مكافو من تضحيات جسيمة. إنه لمن دواعي سرورنا وارتباطنا أن نكرم اليوم أستاذا عظيما. اليوم نودع قائدا متميزا مدبرا حكيما بذل كل طاقاته وجهده في رفع مجموعة مدارس مكافو. حمل عنه كمدرسة قائمة الذات من صبره، سعة صدره، ومن صمته، ومن كفاءته. وهذا الشيء كلشي ما جاش من فراغ، وإنما جا من واحد الرأس مال كبير 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 كبير، هو رضا الوالدين. راه مرضي الوالدين بواحد الدرجة لا تتصور لا تقاس، يعني واحد مستوى عالي جدا. وليس والدي فقط، مرضي خوته، مرضي ولاده، مرضي الجيران. حفظ الله وطال الله في عمره، والله يحفظه والله يحفظكم جميعا. ديما كنا معاكم نتوما هنا في الدراسه، حنا معنا في الدار، طيب لواحد الدرجه بزاف. انا فرحان بزاف حيت عندي هاد الحالات. السي مصطفى تعاملنا معاه ملي كنت في الأكاديمية، وكان معنا دائما عضو ديال المجلس الإداري، وكنا دائما السي مصطفى كان أي حالة ديال شي أستاذ ولا كان مجلس الإداري كنا كنتاجوا ليه بالقلب الكبير، والرجل اللي كان توافقات مع كاع النقابات الأخرى. السي مصطفى من الرموز ديال العلوة والرمز ديال الضحك وديال الجد وديال النضال، وصراحة هو رمز ذاك الاتحاد الذي افتقدناه، الاتحاد ديال الجابري، الاتحاد ديال العلوي، الاتحاد ديال اليوسفي، ذاك الاتحاد الاشتراكي الحقيقي اللي كان فعلا حزب اتحاد اشتراكي للقوات الشعبية. السي مصطفى بقى في صباغته، وصراحة أنا جد فخور بالالتقاء، التعارف، التعامل معاه. وهذا الجو ما يمكنش يكون جو إلا كان واحد التآزر وواحد العلاقات طيبة ديال الأساس. السي مصطفى أول كلمة غنقول فيه هو أنه الحلم. الحلم. السي مصطفى كان الكتاب ديالنا في الإدارة التربوية، صغره ومناضل 1979. كنا في قريبة كنقراو في الثانوية ديال بن ياسين، كنا درنا واحد الإضراب على الطعام. السي مصطفى خرجنا ذاك النهار الجمعة، السي مصطفى ما رجعش. حنا كنا كنخرجوا ديك التيت سورتي في العشية، كنتمشى تعتقد والله أنه يطول في العمر ديالك، ونرزقك الله واحد الحجة إن شاء الله. والإخوان ديال مكاطو الله يعطيهم الستر، الله يعطيهم الصحة، لأن هذه البادرة بادرة طيبة. حنا رئيس جمعية الثبات باسم جمعية الثبات أشكر السادة الحضور، السيدات الحاضرات. اليوم كنشكر السي مصطفى بوزيان اللي حضرنا لهذا التكريم ديالو ديال التقارب ديالو، واللي السي مصطفى كان ديما أي حاجة بغاتها الجمعية كتستشر معاه، واللي هو
كان باغي الخير للمؤسسه وكيجر الخير للمؤسسه. السي مصطفى شخصيته لا يمكن ان تختزل في مجرد كلمات شفهيه، بل كلمات تدون وتدرس وتلقن فن الاداره، لان الاداره هي فن قبل ان تكون علم، هي فن. السي مصطفى بوزيان هادي، انا والله العظيم بغيت نعرف كيفاش كيدير داك الهدوء ديالو. كان السي مصطفى بوزيان كيقضي الاغراض الوليدات، وكنسال الله سبحانه وتعالى الله يدوم في العمر والله يعطيه شي حاجه. تبارك الله خديت التجربه خدت الخبيزه حتى واحد الشهر. القيمه ديال السي مصطفى اللي كيحظى بها بين جميع الاطياف يعني على المستوى الوطني. يعني راه ملي تنهضر مؤتمرات تكونوا في جميع الاطياف. السي مصطفى كيقدر السي مصطفى ديالو، وهذا الشيء راه ما جاش بين عشيه وضحى، لا جا عن اساس نضال حضور قوي. السي مصطفى ما تيبغيش المساومه. شكرا، الشكر موصول لكل الاطر العامل بالميم مكاطو، والله يمتعكم دابا الوالده. أنا أشكر السيد مصطفى بوزيان على كل مجهوداته التي قدمها للأسرة التعليمية سواء داخل مؤسسة أو خارجها. صراحة كان بمثابة الأخ والصديق والأب، وكل الأشياء التي تحتاجها تجدها في السيد مصطفى بوزيان، ذلك بكل عز وبكل افتخار. مجموعة مدارس مقبارون، ونذكر الرئيس السي مصطفى بوزيان اللي دوز معنا سنوات وبقات الأمور دازت بخير وعلى خير، وداز مع الإخوان كل شيء بخير وعلى خير، والحمد لله الناس بقات كتسول عليه. يشكر الناس لا يشكر الله، وأنتم تستحقون الشكر والثناء، فلولاكم لم تكن مؤسستنا لتصل إلى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كان للنجاح أي وصول. فالعمل ليس مجرد تشريف ولا هو منصب للمفاخرة، بل هو تشريف وأمانة، وأنتم قد أثبتتم بالوجه الشرعي أنكم بقدر المسؤولية والأمانة، وأنتم خير من تولى المناصب، فشكرا لكم على جهودكم الرائعة. أريد أن أشكر السادة الأساتذة والأستاذات اللي قاموا على هذا الحفل التكريم العملاق والرئيس. أنا كنشكره وكنتمنى ليه الصحة وطول العمر، وكنتمنى ليه شي حجة، وكنتمنى ليه جميع الأحلام اللي ما حققهاش يشوفها في وليداته، وهذا الشيء اللي نقدر نقوله. شكرا جزيلا، وتحية أخوية للجميع. يلي بيبني الإنسان بكتب وحروفه ألوان، بيضوي بكرة واليوم يرسم مستقبل أوطان. يلي بيبني الإنسان بكتب وحروفه ألوان، بيضوي بكرة واليوم يرسم مستقبل أوطان. بيعمر بحجار الحب حجرة بحجرة جوا القلب، بيعمر بحجار الحب حجرة بحجرة جوا القلب. هيدا هو المعلم اللي بيخلق فينا الوجدان. صوتك بعده بالبال بيرجعنا ولاد صغار، نذكر وقفاتك لطول، فضلك كملنا المشوار. صوتك بعده بالبال بيرجعنا ولاد صغار، نذكر وقفاتك لطول، فضلك كملنا المشوار. تسلم طباشيرك، تعبك جهدك وضميرك. تسلم طباشيرك، تعبك جهدك وضميرك. رح نمشي على نفس الدرب ليضلوا عالي جبين